عملنا بقى شويه رقاق يا حبايبي، بصوا يستاهلوا بقكم. بصوا ولا احلى ولا اروع بقى، بصوا الجمال. بصي عندك شويه لبن رايب بقى كده. تعالي بقى نعمل شويه رقاق كده جمال جدا جدا. وصفه جميله احتفظوا بيها رمضان او غير رمضان. هي بصي لقمه جميله جدا جدا بقى. بصي احلى من اي حاجه، احلى من اي مخبوزات تعمليها. عجينتها سهله جدا ومكوناتها اسهل، وفردها سهل وخبزها اسهل واسهل. بصي مفيش بقى، ما فيهاش حاجه صعبه خالص خالص. اي حد ممكن يعملها ويعملها بالجمال ده ويعملها احلى من كده كمان. يلا حبايبي كده تعالى نعمله مع بعض كده ونشوف مكوناته ايه. مكوناته سهله جدا جدا وان شاء الله لازم تجربيه. يلا حبايبي نبدا الفيديو كده، نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بص في البدايه انا جبت اللبن وسبته كده لما حد ما ختم خالص وربوه في المطبخ، وبعدين حطه في التلاجة. ماشي بوشه بحاله كده بقى. انا هاخد منه اعجن. بص اللبن بالوش بتاعه كله كده اهو. بص الوش، انا مش هشيل الوش بتاعه ولا حاجه، بس انا عامله ده كتير يعني مش هضربه كله. هاخد منه اللي انا عايزاه واشيله في التلاجة برضه اما اعمل بيه حاجه تانية. احلى حاجه بقى تعملي بيه القرصه الطريه، تعملي بيه الرقاق اللي احنا هنعمله دوت. بص جميل جدا جدا. احنا خدنا كده يجي كيلو، خدنا كيلو لبن. هننزل عليهم بقى ايه، الميه دي مغليه، ننزل عليهم بنص كوبايه بس كده عشان ندفيه شويه بس. ندفي اللبن بالميه اللي احنا حطيناها دي. انا مش عايزه احطه على النار. هنضربه كله بقى مع بعضه كده بالهاند بلندر او بالشفشق الخلاط اي حاجه. بص زي ما انتوا شايفين كده. بص عامل ازاي بقى عامل زي القشطه كله ببعضه. معانا هنا بقى 2 كيلو دقيق. ماشي هنزل بقى بمعلقه ملح صغيره، معلقتين سكر بس. مش عايزه تحط السكر عادي، ممكن ما تحطهوش. هننزل بقى باللبن على طول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كوبايه زبده على سمنه. ماشي ممكن تحط زبده على زيت، ممكن تحط سمنه على زيت، ممكن تحط سمنه بس او زبده بس حسب ما انت عايز. دي كوبايه اهي لل2 كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنعجن كده، لو عوزنا لبن تاني هنجيب لبن. احنا عايزين الرقاق تبقى طريه كده وحلوه. بص حبايبي بتتاكل حاف والله. لو كده عملتيها كده سندوتش من غير ما تكوني حاشيها حاجه، تبقى زي العسل. احلى لقمه بقى ممكن تاكليها. احلى بقى، ولا تقولي لي بقى فطير، ولا تقولي لي قرص طريه، ولا الكلام الجميل ده كله. لا الرقاقه طبعا يعني هي تفوقت على الكل يعني. احلى لقمه ممكن تاكليها. هنجيب شويه لبن كمان. كده خلاص العجينه مش هتعوز مننا سوائل تاني. خدنا حبه زيت صغيرين كده بس. التليفون معلش ما كانش بيصور، عشان نلم بيهم العجينه بس. مبتاخدش عجين منك كتير ولا حاجه، عشان
برضو العجينة لما بيكون فيها سمنة او زيت حتى لو قليل برضو بيلم معاكي العجينة ومبتاخدش معاكي عجينة. احنا عاوزين العجينة تبقى طرية، عشان لما العجينة تبقى طرية معاكي هتطلع معاكي الرقة طرية وزي العسل. لازم العجينة تبقى طرية. بس عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. بصي العجينة خلاص كده هنلمها كده خلاص. نسيبها بقى نغطي عليها ونسيبها تريح شويه، مفيهاش طبعا ولا خميره ولا بيكنج باودر ولا في اي حاجه، هي تريح بس العجينه كده عشان تبقى سهله معانا واحنا بنقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى كده العجينه ارتاحت، سيبناها 10 دقايق كده ارتاحت، هنبدا نقطعها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعها بالحجم بقى اللي انت عايزاه، عاوزاها تبقى صغيره كده عشان تعرفي تتحكمي فيها وتعرفي تشيليها، قطعيها اصغر من كده زي ما انت عايزه وزي ما انت حابه زي اعملي. كل واحد بيعمل بقى التقطيعه المناسبه ليه. لو هي صغيرة عن كده شوية تعرفي تتحكمي فيها أكتر وتعرفي تشيليها وتعرفي تحطيها، عشان احنا هنخبز ده كلته على البوتاجاز، ولا فرن ولا أي حاجة. لازم قبل ما تعجني يكون عندك دقيق تاني، لأن هو بياخد دقيق بقى في الفرد. يعني أنا عجنت ال2 كيلو، إنما كان عندي دقيق تاني خدت منه بقى للفرد، نقطع عليه ونفرد بيه. يعني 2 كيلو ياخدوا نص كيلو أو أكتر في الفرد. هنقطع بقى ده كله ونرجع لكم عشان بس ما نطولش عليك الفيديو. خلاص احنا خلصنا تقطيع اهو. اهو ال2 كيلو بسم الله ما شاء الله عملوا لنا كمية حلوة قوي. يلا بقى نبدأ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تسيبي بقى يرتاح بعد ما تقطعيه كده عشان يفرد معاكي بسرعة وما يتعبكيش. تجيبي من النص كده وتطلعي على الحروف عشان تبقى كلها سوا بعض، الرقاق ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية.
احنا قلبنا دي عشان خاطر ايه بقى، ناخد بقى من اللي تحت، يعني اللي تحت جبناه فوق واللي فوق جبناه تحت عشان نبدأ نفرد بقى. بص دي بتتفرد بصعوبة برضو عشان الدنيا ساقعة والعجينة بتحتاج تريح. دي خدناها من اولها لاخرنا كده ما ريحناهاش، تاخد معاكي وقت شوية، انما هتشوفي بقى اللي هي ريحت دي هتتفرد معانا في ثواني. رقيها بقى على قد ما تقدري، يعني افردي فيها، ما تخليش فيها حرف ولا فيها قلب ولا فيها، بص كلها خفيفة خفيفة كده. بنفضها بقى كويس من الدقيق كده. بص دي بقى اللي ريحناها دي بتفرد في ثانية الا ثانية. لسه تخينة شوية. اول ما تعمل كده فقاقيع كده على طول اقلبيها. متاخدش نار معاكي، هي بتاخد دقيقة على الناحيتين يعني. بصي بتقب الزعلة منها ولا فيها خميرة ولا فيها اي حاجة، يعني هي ما فيهاش، ولا بتاخدش ولا خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. كده تمام قوي كده، بسم الله ما شاء الله. حاطين فوطة كده نص فوق ونص تحت نحط عليها ونتنيها على طول فوق اللي نطلعها عشان خاطر ما تنشفش مننا. احنا نفرد بقى كام واحدة كده نخلصهم ونروح نخبزهم، عشان انتي لما تبقي لوحدك ومحدش بيساعدك بتفردي يعني لوحدك، مفيش حد معاكي بيساعدك في الفرد، لا النار بتبقى جامدة يعني ما تلحقيش الحاجة اللي بتخبزي عليها، ما تلحقيش. لازم تعملي بقى شوية وتروحي تخبزيهم وترجعي تعملي غيرهم. نص التبطيطة اللي احنا بنعملها ونرجع لها تاني دي بتسهل علينا قوي. طبعا لو حد بقى بيساعدك، يعني حد من الولاد معاكي ولا حاجة، هيعملها لك النص كده وانت تكملي عليها وتخبزي بسرعة، ما ياخدش معاكي اي وقت. انما انا مفيش حد هنا بقى من الولاد فانا بعمل لوحدي. بصي طول ما بتيجي معاكي لسه بتفرد يبقى هي لسه عاوزه فرد، لحد ما تفردي فيها وتبقى خلاص ما بتبقيش الا بطيئه خالص بقى تعرفي ان هي خلاص خفت، لو انت مش عارفه تعرفيها بايديكي يعني. فدي طريقه اكتر يعني، تفردي كده طول ما هي بتيجي معاكي وبتفرد، لا ده هي لسه فيها عجين عاوز يجي. هنفردوا دول مع بعض ونخبزهم مع بعض، وبعدين اسيبكم بقى ايه واكمل عشان خاطر بس الفيديو ما يطولش عليكم.
الواحده دي بقى نفردها مع بعض. طريقه الفرد اللي انا عملتها دي حلوه قوي ومريحه لاي حد لسه مبتدئ كده وعاوز يعرف يعمل يعني. تفرديها نص فرده وتركنيها وتجيبها بعد شويه، بعد ما تخلصي مثلا 5 6 كده مع بعض، وتجيبيها تاني تفرديها تبقى سهله معاكي او تتفرد معاكي بسهوله، عشان احنا في السقعه، احنا في الشتاء، فالعجينه بتبقى ماسكه نفسها شويه وبتبقى جامده ما بتجيش معاكي بسهوله، بتعوز ترتاح كتير عن الصيف. الصيف احنا بنعملها فرده واحده بس، في الشتاء العجينه لا بتبقى ايه عاوزه يعني تطولي بالك عليها شويه عشان تتفرد وتديكي نتيجه حلوه، تتفرد معاكي، لان هي رقاقه، يعني هي رقاقه اسم على مسمى كده، لازم تبقى رقيقه جدا جدا. فاحنا فردناها نص فرده وحطيناها جنب مننا 5 6 كده فوق بعض، ما تخافيش بينهم دقيق، مش هيلزقوا ولا اي حاجه، ودي بسيط خالص. وبعد كده ترجعي ايه تعمليهم بقى من الاول تاني، تقلبيهم كده زي ما انا عملت كده، عشان تجيبي اللي انت فردتها في الاول تجيبيها في الاول تاني، تفرديهم وتقلبيهم على بعض، وتجيبي اللي انت فردتها في الاول تبقى فوق، وتبداي تفردي بقى كده تاني وتركني برده جنب منك كده، وترجعي بقى تخبزي. ده في حاله بقى لو انت ما عندكيش حد يساعدك، لو في حد موجود معاكي وبيفرد معاكي كده ويساعدك خلاص انت هتخبزي على طول، انما تخبزي وتفردي لا هيتحرق منك ومش هتكملي، هيتحرق منك كله، هتسي في الفرد كده وتنسي خالص اللي انت حاطه على النار. هي ما بتاخدش ثواني زي ما انتوا شفتوا كده، وهنعيد تاني، نعيدها تاني مع بعض. يلا بقى نروح عند البوتاجاز. بس بتبقى واخده بقى واقفه واخده بالك منها قوي، لان هي بصي رقيقه وجميله كده، مش بتاخد اي وقت خالص في السوا. بس اول ما تلاقيها عملت معاكي بقى الفقاقيع الصغيره دي، تعرفي ان هي عملت لون من تحت، بدات تعمل لون من تحت كده، يبقى لازم نقلبها بقى اهو. بص لونها كده جميل، عاوزه تغمقها عن كده غمقيها، عاوزاها تبقى يعني ناشفه شويه معاكي اعمليها كده. هي في كل الحالات لما تحطها فوق بعضها بتبقى طريه وجميله، مفيش واحده هتلاقيها ناشفه معاكي. بس انتي ما تحطيش كده وتفردي، مثلا احنا مش بنعمل رقاق ناشف، احنا بنعمل رقاق طري، فانت تطلعي كده من النار وتحطي كده زي ما انا عملت في اول واحده كده. بصي الجمال، بصي اسهل من كده مفيش، واطعم من كده بقى مش هتلاقي. تمام قوي كده، بس حلوه قوي كده. بنحط كده اهو، بنحط الرقاقه ونتني عليها الفوطه، ده مهم قوي عشان ما ينشفش منك. زي ما بقول لك كده، لو لقيتيها ان هي التقطيعه دي كبيره ومش هتعرفي تتحكمي فيها، مش هتعرفي تشيليها، صغري التقطيعه اكتر، تقدري تتحكمي فيها اكتر، وتقدري تحطها في ايدك وتتعاملي معاها اكتر. لو انت لسه بقى كده مبتدئه كده ولسه بتحاولي تعملي بقى، بصي مش هتلاقي احلى من كده ولا اسهل من كده، جميله جدا جدا، سهله، عجينتها سهله، وفردها سهل، وخبزها اسهل، كل حاجه فيها سهله، وفي الاخر بتلاقي بالنتيجه بتاعتها نتيجه بصي ممتازه، هتعجبك قوي قوي قوي، واي حد هياكل منها بقى مش هيصدق ان انت اللي عامله الجمال ده. اول ما تلاقيها عملت الفقاقيع كده اللي احنا قلنا عليها دي، تعرفوا ان هي خدت لون من تحت، من غير بقى ما تقلبي كل شويه ولا الكلام ده. بس ديرها كده، عشان انا عندي حته الاقيها بصي زي ما انت شايفه كده، حته حاميه وحته يعني بيضه شويه، فبحاول اقلبها كده، اديرها على كل جنب كده. بصي الجمال، بسم الله ما شاء الله. بصي
على طول بناخدها كده وننزل بيها هنا ونغطي. اي صينيه بقى تكفيها وتخبزي عليها، مش لازم جريلا زي دي خالص. الجريلا دي يا جماعه في ناس كتير بتسالني عليها، كل ما انزل عليها حاجه الناس بتسالني عنها. الجريلا دي كانت موجوده زمان عند خليل الحلواني، لو انتوا تعرفوه، اللي في اسكندريه اكيد عارفه خليل الحلواني، ما فيش حد ما يعرفوش في اسكندريه. فدي كانت موجوده عنده بقى من بصي من يجي يعني عندي كده بقى لها يجي 8 سنين ولا 10 سنين كمان، بقى لها زمن عندي. اللي بينزل بقى منها دلوقتي الصغير اللي من غير حرف كده وصغير عنها شويه، انما دي انا جايباها من زمان قوي، بس شغاله معايا منهم هما 2 ببدل فيهم كده، فشغالين معايا حلوين قوي. وكانت من زمان قوي، كانت ب 250 جنيه، يعني كان في وقتها كان 250 جنيه دولت كتير، بس هي الحقيقه جميله حلو قوي، بتنفع معاكي في كل حاجه بقى. بصي بشتغل، بصي كل حاجه اخبز عليها، كل حاجه احط فيها فراخ في الفرن اشويها، اعمل عليها كل حاجه، اشوي عليها سمك، كل حاجه كل حاجه بتتعمل عليها. هي تقيله ومحمله، بس في نفس الوقت الصينيه العاديه خالص تنفع تعملي عليها وتعمل كده وتعمل احسن كمان. الصينيه تقلبيها كده، ان كانت صينيه بيتزا ولا صينيه عاديه من ام حيطه عاليه، اي صينيه تقلبيها كده على الشعله وتخبزي عليها، هتبقى جميله جدا معاكي. وبتبقى الصينيه بقى مرفوعه شويه، فبتاخد نار تقريبا زي ديت على طول، يعني مفيش بينها وبين النار حاجه، هي على طول محطوطه عليها. الصينيه بقى تبقى عاليه شويه كده، فهتاخد معاكي نفس النار، وتاخد معاكي نفس يعني وقت السوا بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده عملت كلها فقاقيع ازاي، نقلبها على طول. انا هخبز معاكم واحده كده ولا 2 في الاخر على الصينيه العاديه، عشان تعرفوا ان هو بيتخبز عادي على الصينيه العاديه عادي، مش لازم جريلا زي ديت عشان تقدري تخبزيه، لا مش لازم خالص. وطبعا احلى عجين للرقاق اللبن الرايب. اللبن الرايب بيبقى احلى حاجه بقى، بيطلعه طري معاكي وبيخليه جميل جدا، وريحته وطعمه بقى لا جميل جميل يعني. ممكن تحطي يعني لو عملتي كيلو دقيق هتجيبي نص كيلو لبن، ولو عوزتي مثلا نص كوبايه ميه صغيره ولا حاجه على النص كيلو، وتحطيه حبيبتي لا تسيبيه في المطبخ، بس احنا في الشتاء دلوقتي يعني ما بيروبش بسهوله. تحطيه بقى، ممكن لو انت عاوزه ترويه في ساعتها تدفيه على طول وتعصري عليه نص ليمونه او معلقه خل، هي على طول هيقطع معاكي ويروب معاكي في ساعتها. تقلبيه كده وتعمليه كده بالهاند بلندر، او تحطيه في الخلاط تضربيه تنعميه كله ببعضه وتعجني بيه، احلى حاجه. هنوطي كده بقى على النار ونرجع نفرد تاني، بس انا مش عايزه اطول معاكم الفيديو اكتر من كده، بس بوريكم برضو اللي احنا عملناه. بصوا 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 الجمال، بصوا بسم الله ما شاء الله. هنغطي عليه كده عشان ما ينشفش، ونركنه بقى لحد ايه ما نعمل تاني ونخبز تاني عليه. شلنا احنا بقى الجريلا وحطينا الصينيه اهي، حطيناها على الصينيه عادي جدا، بس انا كمان مقطعاها تقطيعه كبيره على قد الجريلا، فهي نازله من على الحروف كده. انت ممكن ما تخليهاش كبيره كده، على قد الصينيه اللي معاكي اعملي.
بتاخدش ثواني. شوفوا الجمال. كل الموضوع بس ان احنا وطيت النار شويه عشان الجريلا تقيله ومحمله فبتستحمل النار، انما الصينيه لا مهما كانت مش زيها يعني. بس عادي جدا، خبزتها جميله خالص ما فيهاش اي مشكله. جميلة يا جماعة، هي مش ناقصة أي حاجة ومش أقل من التانية في أي حاجة. بس هو الموضوع كله زي ما بقول لكم إن التقطيعة دي كبيرة، أنا عاملة التقطيعة كبيرة على قد الجريلا. لو أنت هتعمليها بقى على الصينية اعملي على قد التقطيع، على قد يعني إيه الحاجة اللي هتخبزي عليها تقطعي عليها، تصغري شوية التقطيع. إنما كده تمام. يلا حبايبي عملنا بقى الرقاق. بصي اسهل لقمه ممكن تعمليها واطعم لقمه يعني. بصي اسهل حاجه واطعم حاجه. بس احنا مغطيينه زي ما انت شفتي كده. ساعتها ما الاقيه يعني تقل على بعض قوي اسيب كده ايه، اسيبه شويه كده اطلع عليه خلاص بيطلع بسرعه، بيبقى فوق بعضه فوق بعضه، ما تخافيش عليه يعني. نفرده بس كده ونرجع نلمه على طول، بس عشان ايه ما يعرقش على بعضه كده. نفرده بس كده ثواني كده ونرجع نلمه على طول. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ حاجه بجد جميله جدا جدا، ان شاء الله لازم تجربوه. هنلمه على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. نفضنا بس من اللي فيه دوت وهوناه كده ايه تهويه بسيطه خالص، وترجعي تلميه بقى على طول. بصي بصي من اول العجين عملته معاكم، من اول العجين لحد الفرد لحد الخبيز. بصوا مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده ولا اروع من كده. يلا ان شاء الله لازم تجربيه. لقمه جميله تعملوها ان شاء الله كده قبل رمضان. ممكن تحتفظي بيه في الفريزر وتطلعيه بس قبل ما السحور بشويه او قبل الفطار بشويه كده، تيجي تطبقيه كده وتحطيه في كيس وتحطيه في الفريزر، وبعد كده تطلعيه يفك شويه 10 دقايق بس وبيبقى فله، يبقى جميل زي ما تكون لسه خبزاه دلوقتي زي ما انت شايفه كده. بصي الجمال. يلا حبايبي بقى لو وصلتوا معايا لحد كده ما تنسونيش بقى في اللايك والشير واشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.